ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. مين فينا ما بيحبش الحواوشي ولا طعم الحواوشي ولا البهارات اللي بتكون متبهر بيها رغيف الحواوشي من بره، ولا صوت القرمشة اللي لسه سامعينها من شوية. كلنا بدون استثناء بنحب الحواوشي، ولكن معظمنا بيستسهل ويروح يشتري رغيف حواوشي من بره، مع ان انا بنص كيلو بس من اللحمة المفرومة عملت 10 أرغفة من الحجم الكبير لعيش الحواوشي، وكريسبي ومقرمش. كمان نقدر ان احنا اول ما يخرج من الفرن نغطيه لو احنا بنحب رغيف الحواوشي طري مش مقرمش معانا. كل التفاصيل دي هقولها في الفيديو، بس يا ريت قبل ما نبدأ ما ننساش الاشتراك وتفعيل زر الجرس. معايا 4 بصلات كبار، كمان 4 قرن فلفل اخضر، نقدر ان احنا نشكل بين الاخضر والاحمر او نستبدله بفلفل احمر. كمان نقدر نضيف فلفل حار على حسب الرغبة. معايا حزمة بقدونس ولكن انا هستخدم نصها، وشوية من التوم نقدر ان احنا نستغنى عنه. الخضار بتاعي كله انا ضربته في الكبة، ولكن خليته خشن شوية علشان ما يخرجش العصارة بتاعته. يعني البصل ما وصلتوش ان هو يكون تفل. تقدري ان انت تقطعيه بالسكينة على حسب رغبتك. كمان تقدري ان انت تقللي كمية البصل برضو على حسب رغبتك، ولكن البصل بطعم رغيف الحواشي. اللحمة بتاعتي دي أنا فرمتها في البيت، كانت لحمة قطع، كان فيها نسبة كويسة من الدهون. لازم الحواوشي أو الكفتة يكون فيها نسبة كويسة من الدهون. كل المكونات دي حطيتها في بولة كبيرة وضفت عليها اللحمة مع البهارات. تقدري تجيبي أكياس البهارات الجاهزة أو تستبدليها بملح وفلفل أسمر ومعلقة من البابريكا، انا ده اللي ضفته بس. كمان تقدري تضيفي توم باودر او بصل باودر، ولكن انا بكتفي بالمكونات اللي انا قلتها علشان احس بطعم اللحمه. بشرت كمان حبه من الطماطم علشان تسكر معايا رغيف الحواوشي، وبدات ان انا اعجن المكونات اللي هي اللحمه بالخضار عشان كل الاطعم تتداخل مع بعض، وكمان اللحمه تعمل الانسجه بتاعتها علشان اول ما اضيفها جوه رغيف الحواوشي ما تقعش منه وتتماسك جوه الرغيف. وكمان سبت اللحمة ترتاح 10 دقايق في التلاجة لغاية لما فتحت كل أرغفة العيش اللي معايا. وكمان عملت خليط التغطية اللي أنا هغطي بيه رغيف الحواوشي. في الفترة دي كنت أنا شغلت الفرن على 180 درجة، شغلته من تحت بس. أول ما بملى رغيف الحواوشي باللحمة المفرومة ببدأ إن أنا أضغط من جوه لبره لغاية لما أملى رغيف الحواوشي. طبقة اللحمة لازم تكون رفيعة لأن العيش مستوي معانا، فهيدخل الفرن بس ياخد التحميرة بتاعة العيش الحواشي اللي احنا عارفينها، فاللحمة تلحق ان هي تستوي. الخليط اللي انا دهنت بيه رغيف الحواوشي عبارة عن زيت، نقدر ان احنا نستبدله بسمنة بلدي هيتدي الطعم اقوى، ولكن الجميع ما عندوش سمنة بلدي فانا استبدلته بزيت. وكمان ضفت عليه نص معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر، نص معلقة صغيرة من البابريكا عشان اطعم لقمة الحواوشي من بره. دخلته في فرن مسبق التشغيل على درجة حرارة 180، أخد معايا نص ساعة بالظبط وخرجته على طول. أنا بقلبه في الفرن، يعني أنا ما بشغلش الشواية، بقلبه بعد كده بخرجه. لو انت عايزة الرغيف الحواوشي طري معاكي تقدري أول ما بتخرجيه تغطيه على طول، فبالشكل ده هيطري معاكي على حسب رغبتك. كمان تقدري تقدمي جنبه بطاطس محمرة أو سلطة طحينة زي ما أنا عملت. رهيب يا جماعة، حرفيا لو بتاكلوه من بره لازم تجربوا تاكلوه في البيت. تحفة جدا، شايفين لونه الذهبي الرهيب ده مع سلطة الطحينة؟ بألف هنا وشفا.